اتحاد الكرة المصري في ورطة بسبب أزمة قيد صفقات لاعبي نادي الزمالك. المعلومة والخبر في قيد لاعبي نادي الزمالك إن أي تحويل أو أي صفقة بتتم لازم الفرقة بتاعة يعني مثلا أحمد بالحاج لاعب أسوان، لازم الفرقة دي أسوان عشان تنقل اللعيب من الأسوان لنادي الزمالك إن اللي تعمل له كونفirmation من خلال اتحاد الكورة أو موافقة من خلال اتحاد الكورة، فبيتشال اللعيب من قايمة أسوان يروح فين؟ يروح قايمة نادي الزمالك. تمام؟ تمام. دلوقتي اللعيب اتشال من قايمة نادي أسوان وبقى في قايمة نادي الزمالك. اتحاد الكورة ما وافقش على القايمة بتاعة نادي الزمالك، اللعيب دلوقتي أصبح مش على قايمة نادي أسوان. إيه الحل في الموضوع ده؟ الحل في الموضوع ده إن الزمالك او اتحاد الكوره هيبعت للفيفا يقول له والله 1 2 3 حصل. المفروض اللي هيتم حاجه من الاتنين، لو الموضوع تم ان عشان انا اشيل السيستم، اشيل لاعب من على السيستم بتاع اسوان او السيستم بتاع البنك الاهلي وانقله نادي الزمالك، لو تم موافقه اتحاد الكوره فاتحاد الكوره هو على بقى عنده المشكله دلوقتي. انت ازاي عملت موافقه وازاي دلوقتي مش عايز توافق على قائمه نادي الزمالك باللعيبه اللي موجوده فيه؟ تمام. تمام. طيب نادي الزمالك وضعه في الوقت الحالي ايه؟ ولا اي وضع، لا هم اللعيبه موجودين ولا هم مش موجودين. يعني اللعيبه دي لا هم في القائمه بتاعته ولا هم مش في القائمه بتاعته. لازم رد واضح وصريح من الفيفا. طيب الفيفا هتاخد وقت قد ايه عقبال ما ترد؟ هنا بقى المشكله، ان الفيفا ممكن تاخد يوم، ممكن تاخد اسبوع، ممكن تاخد شهر، ممكن تاخد شهرين عشان ترد على نادي الزمالك وعلى اتحاد الكوره. طيب في مشكلتين 3 4 5 6 دلوقتي، اللعيبه دي هتلعب ولا مش هتلعب؟ طيب هتتأيد في افريقيا ولا مش هتتأيد في افريقيا؟ هتشارك مع الزمالك في افريقيا ولا مش هتشارك مع الزمالك في افريقيا؟ الطبيعي واللي المفروض هيحصل ان يبقى الوضع على ما هو عليه، اللعيبه دي مش هينفع تتسجل ولا تلعب الا بموافقه الاتحاد الدولي ان هو يفتح للزمالك، مش يفتح للزمالك، يفتح لاتحاد الكوره السيستم مره اخرى ان هو حصل مشكله في السيستم او حصل مشكله خطأ ما او وده اللي هيقرره مين؟ الاتحاد الدولي. ولو اقر الاتحاد الدولي ان في مشكله وان هو يفتح سيستم تاني من خلال اتحاد الكوره، يبقى اتحاد الكوره في ورطه كبيره جدا. انت ازاي قبلت بصفقه تتنقل من نادي لنادي وفي نفس الوقت ما وافقتش عليها ان هي تتسجل في قائمه نادي الزمالك؟ تمام. النقطه التانيه والمهمه ان قيد اللاعبين ملوش اي علاقه بموضوع رسوم الفلوس دي. الفلوس دي ممكن تحصل في اي وقت. يعني انا مثلا انا ممكن اقيد اللعيب رهن او مسؤوليه ان هو يتم دفع الفلوس دي في خلال مده معينه، واتحصلت مع انديه كتير منها نادي الاسماعيلي اخر مره في انتقالات القيد ده اللي احنا فيه ده، انتقالات القيد الشتويه. طيب المشكله احنا عندنا في ايه؟ ان في حرب على القايمه على نادي الزمالك بسبب مرتضى منصور. خلينا نتكلم بامانه ان مرتضى منصور فينا بيغلط في ناس كتير، ناس كتير مش حباه، ناس كتير مش حابه ان يعني اي مصلحه ليه عايزه توقفها، بس المتضرر في ده هو نادي الزمالك. انت عندك خلافات مع مرتضى منصور، حلها بعيد عن نادي الزمالك، الزمالك ملوش علاقه، احنا جماهير ملناش دعوه، احنا ايه ذنبنا في القصه ومشاكلكم انتوا مع بعض؟ خد حقك بالقانون، خده غير القانون، خده باللي انت عايز تاخده، ما تاخدوش حقك من نادي الزمالك. الزمالك ملوش اي علاقه ولا اي ذنب في اللي انت بتقوله ده واللي انت بتعمله ده.